السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير، امين يا رب العالمين. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنتكلم عن مدام مريم واستاذ اشرف الحلوين الامامير، وصدفة وان هي خلاص سبب ان هي هتمشي، وحزن وحالة اكتئاب شديدة جدا لياسمين، ورد طليق زيزي بنك عليها بعد فيديو امبارح. اول حاجة هنتكلموا فيها اشرف ومريم. بصوا، هو اشرف ومريم اتنين طلعوا كده في اليوتيوب، بيعرضوا حالتهم، يومياتهم، مقالبهم، حبهم لبعض، حبيكوا حبي حبيكوا، عارفين اللي هو طول ما هم قاعدين كده بيسبلوا لبعض، ويا حبيبي يا حبيبتي ومش عارف ايه والكلام اللي انتوا عارفينه ده. عمل فيها مقلب امبارح ان هي كانت عازمه صاحبتها وامها، يعني صاحبتها صاحبتها الاتنين اخوات ومعاهم مامتهم. فمامتهم فرفوشه كده وقال والله والله مريم في الحمام. يعني هو يا عم اشرف لازم تقول لنا ان مريم في الحمام؟ يعني لازم تفتح خيالنا ان احنا نبقى عارفين مريم بتعمل ايه في الحمام؟ ما تقولش في الحمام، جوه في الاوضه بتعمل حاجه. احنا مصدقينك يا سيدي ان هي ما تعرفش. والله والله هي في الحمام، واحنا هنعمل فيها مقلب ان انا بفضل عنها صاحبتها رحمه، وهشوفها هتعمل ايه. طبعا طول الفيديو هو خايف ومتوجس خيفة، لان طبعا هي ما شاء الله بعد الجواز مريم تخنت كده شوية، فممكن تديله حتة دراع بايديها اليمين كده تطيره تلزقه في ايه، في البرواز بتاع الجواز. تمام، اللي هو عريس كده، يبقى هو ايه، هي هتعمله شريطة على البرواز. المهم، رحمة بنتك كويسة، رحمة اللي هي صاحبتها، رحمة بنت حلال، رحمة شاطرة. ايه ده ايه ده، الكوباية مزيتة، ايه ده ايه ده، الرز واقع، ايه ده. المهم طلعوا كل الايه الحاجات الوحشه فيها، والبت فضلت ساكته ساكته، وفجاه راحت باصه للكاميرا كده وقالت الكاميرا دي بتعمل ايه، وراحت متاثره وجرت على المطبخ. انا اللي استوقفني يا جماعه ان الكاميرا جرت وراها. طب يعني انت مقعد اخت صاحبتها بالكاميرا او بالتليفون؟ معقوله هي ما خدتش بالها خالص طول الوقت ده؟ استحاله، استحالة أكيد خدت بالها. وممكن يكونوا هم مظبطين مع بعض، لأن هم كملوا الفيديو، عملوا المقلب كده في أول 10 7 دقايق كده، وبعد كده بقى جابوا حاجات حلوة ولعبوا كوتشينة والحياة حلوة، محتويات جميلة جدا جدا جدا. بيرفعها اليوتيوب والناس بتعملها، وايه، ولقوا حاجات اهو نعملها وخلاص. ما علينا، ربنا يكرمهم ويسعدهم، امين يا رب العالمين. نخش بعد كده على زيزي بينك. زيزي بينك عملت فيديو امبارح ان طريقها بعت لها جزء من الفلوس بتاعة النفقة، وطلعت وقالت ان امي اتصلت بيا وتعالي المحضر طبعا لازم هي اللي تستلم باسمها، حتى المحامي ما ينفعش. راحت واستلمت الفلوس، وطول الفيديو يا ولاد زي اللي كأنها بتقوله هفضل وراك لحد ما اجيب اخرج وداغك. اللي هو ايه، انا خدت فلوسي انا لسه، وكمان حلوة قوي الفلوس اللي بتيجي كل فترة دي، بتبقى عكشة حلوة او كمبوشة حلوة من الفلوس. فهي فرحانة بان الفلوس بتيجي بالمتجمد، يعني فلوس كتير في وقت واحد، ما بيجيش كل شهر حاجة. فطبعا هو عامل قناة على اليوتيوب اسمها عيش زي المراية، هو ما بينزلش حاجة عليها الا بينزل منتديات، وبينزل بقى عارفين انتوا ايه، اغاني التيك توك اللي هي فيها تلقيح وانتي ولا حاجة. هو من يوم ما زيزي اتجوزت وهو بيخش يكتب منتديات مش حلوة، فطبعا راح ردد عليها امبارح وقال اللي عايز اللي ليه عندي عضمايه اديله بدلها فرخه، اديله بدلها خروف، اديله، يعني كلام فيما معناه ان انا برملكوا بقايا، يعني اللي عايز حاجه مني وعايز فلوس، اللي هو زي كانه بيحسسها انك انت ايه، كلبة فلوس يعني. فيا سيدي هي الفلوس دي مش هتاخدها، ولو خدتها هتعوض بيها الفلوس اللي صرفتها على ولادك. لاحظ ان انت بنتك في مدرسة، والبنت التانية في حضانة وطالعة مدرسة، وزيزي ما بتأثرش. خلينا متفقين ان زيزي ست جدعة، حتى لو اتجوزت بتشتغل وبتصرف على عيالها، ما بتخليش جوزها يشيل عيالها. وهي نفسها قالت الكلام ده كتير، ان انا ما بحبش ان طارق يصرف على بناتي. فده بناتك، انت بتصرف لبناتك مش بتصرف لها هي. ربنا يهديه ويبطل موضوع التلقيحات ديت، وربنا يرزقها ويرزقه الخير، امين يا رب العالمين. نيجي بعد كده لصدفة. صدفة طلعت بفيديو وقالت ان هي نوت الرحيل. انا قلت انها هتروح تصيف،
يعني هتصيف، هتروح كده هتروح كده، ولكن طلعت هتسيب الشقة. اول ما قالت ان هي هتبيع الشقة، انا بصراحة قلت ليه؟ يعني بصوا يا جماعة، الواحد يعني لما يبقى جنب اهله بيبقى فيه مشاكل، اهلك او اهله، اهل الزوجة او اهل الزوج بتبقى فيه مشاكل، ولكن دول اهلك. فقلت ممكن تكون هتمشي وتنفذ كلامها. ايام المشاكل كانت بتقول انا همشي وهسيب الشقة، وانا قلت لكريم شوف لنا شقة تانية، ومع ذلك هم اتصالحوا دلوقتي والدنيا تمام. ولكن هي قالت انا عايزة مكان اوسع، ووضحت في التعليقات ان هي عايزة مكان اوسع شوية ومكان اكبر علشان خاطر تروح فيه. عرضت الشقة، صورتها حتة حتة، بالبلكونات، بالشبابيك، بالتكييفات، وقالت اللي هيجي يشتري الشقة ياخد التكييفات والستاير كمان، عاملة بلاك اوت وعاملة شفاف وبرائع، والعفش كمان، لان هي قالت انا هشتري كله جديد في جديد ان شاء الله باذن الله في الشقة الجديدة. والله رأيي يا صدفة اللي معاه جهاز دلوقتي يعني دي فرصة احسن بكتير من انك انت تروحي تشتري. يعني دلوقتي التكييفات، التكييف بحاجة و50,000 جنيه، فحرام يعني بدل عندك تكييفات خديها وركبيها في الشقة الجديدة، مش هتقول لأ يعني. ولكن هي ليها غية معينة، ربنا معاها ويصلح لها حالها يا رب. وطبعا دخلها حد من الناس الحلوين قالوا لها هو انت مش ملاحظة ان سي الاستاذ كريم من يوم ما اتجوزتيه وانت نازلة بيع 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 بيع، عمالة تبيعي في شقة الزاوية، في شقتك ديت، في دهبك، حتى دهب امك ما سلمش منك. طبعا صدفة ما سكتتش، ودخلت قالت لها انت مالك، راحت هي قالت لها مالي فين يا شرشوحة، ده انا بنصحك نصيحة يا شرشوحة. طبعا شتيمة وقلة ادب. انتوا عارفين صدفة دخلت معاها عملت معاها الواجب وزيادة. الله المستعان. الناس اللي بتجيب لنفسها التهزيق ملناش دعوة بحد وما نتدخلش في خصوصيات حد. الست بتعرض الشقة للبيع، مش عايزين حاجة تانية. بعد كده ياسمين نزلت فيديو على عائلة ضني وياسمين، وفيها المقابر وفيها صورة القبر بتاع بنتها اللي هو قبر أم ضني، ست ضني. وصدفة قالت في منتدى ان هي عندها حالة اكتئاب، ادعوا لها من كتر العياط. اكيد طبعا لازم هتكتئب ولازم تعيط، ده لسه ما كملناش اسبوع، واكيد الموضوع مش هيعدي معاها بالساهل، ولكن ايماننا بالله يخلينا نقول الحمد لله ياسمين على كل شيء. ما نحاولش ان احنا يعني نكبر الموضوع على نفسنا. حاولي انك انت تخطي المرحلة ديت بالايمان بالله. قومي صلي، خليكي مع ربنا، معاكي بنوت، معاكي ابنك وجوزك بالدنيا وما فيها. ربنا يصلح لك الحال يا رب ياسمين، وتقومي من الصدمة دي وتقومي من الموضوع ده على خير، ويكتب لك كل خير. امين يا رب العالمين، ويصلح لك حالك. وامين يا رب الفيديو يكون عجبكم. اتمنى ان انتوا زي كده، نفسي قناتي كده تبقى ربع قناة اشرف وبريم، يعني ارجوكم بريم مش مريم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك. يلا سلام عليكم.